السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. ودي هتكون آخر كبسولة من الكبسولات الخاصة بالكواليتي مانجمنت سيستم والمراقبة عليه بإذن الله. سألت كذا سؤال من كذا حد شاف الفيديوهات الفترة اللي فاتت. باشمهندس احنا وصلنا لحد النقطة دي بس أنا مش عارف أعمل إيه، يعني مش عارف أبدأ منين. فأرجع للأساس إن إحنا قلنا أنا بس بقول شوية معاني وكلمات ومصطلحات علمية ومراجع علشان نقدر نستخدمها قدام في اللي هنوصفه اللي هو الغرض الأساسي، إزاي أقدر أنفذ الكلام ده بطريقة عامة. فبداية من الفيديو الجاي بإذن الله هيكون في طريقة عملية شوية، هنمسك كل فانكشن أو كل إدارة وهنبتديها طبعا بالجودة، هي أول حاجة إيه هي الحاجات اللي فيها وهنشتغل عليها. طب نقفل بقى الكبسولات بتاعتنا. كان اخر حاجه اتكلمنا عليها كانت الانترنال اوديت، عملنا الاوديت بلان واخترنا وعرفنا ايه هي مؤهلات الاوديتور واخترنا الاوديتور فعلا. انا بقى دلوقتي لقيت ان انا جاي لي يا طارق عندك اوديت يلا. فطبعا انا يلا دي ازاي؟ اول حاجه خالص لازم اعرف انا رايح فين. فبناء عليه همسك المشروع ده اشوف مين الكونتاكت بيرسون اللي موجود فيه، مدير المشروع مثلا او مدير القطاع اللي موجود او مدير اداره. هبتدي ابعت له نوتيفيكيشن، ابعت له تنبيه، حضرتك عندك اوديت في الميعاد الفلاني. اوكي دي مش معناها ان هو يقبل او يرفض، ممكن يكون عنده مشكله مثلا بروجرس، لسه هيقعد عنده اجتماع، عنده في الفتره دي الدنيا مش مترتبه، او ان هو عنده زياره تانية مهمه او عنده تسليمه مهمه، فبناء عليه بيديك بس تاكيد ان انت تقدر تروح له فعلا. طيب الراجل اكد عليك، اول لما ياكد عليك نبتدي نطلع شويه حاجات نستخدمها. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه خالص انا رايح اعمل اوديت على ايه؟ رايح اعمل اوديت على مشروع ريفرنس لايه؟ لازم يكون عندي مجموعه من الاجراءات او مرجعيه. رايح اعمل اوديت على الايزو، فانا معايا مواصفه الايزو. مواصفه الايزو دي بتطبق عندك في صوره شويه اجراءات او صوره مانيوال او مجموعه من الفورم اللي موجوده او مجموعه من العمليات. فببتدي اعرف انا رايح ابص عليه الاول. بعد كده ده اختياري مش اجباري ان انا اطلع حاجه اسمها اوديت تشيك ليست. يعني ايه؟ الليسته اللي انا هشيك عليها اللي انا هفحصها خلال الاوديت ده. طب ليه بقول اختياري مش اجباري؟ لان في اوديتورز ما شاء الله عليهم متمرسين جدا، فهو مش محتاج يعمل اوديت بطريقه التشيك ليست، هو محتاج يعمل اوديت مثلا بطريقه التراكنج. وخد بالك الاوديت مدارس، يعني اللي انت تقدر تعمله غيرك ما يقدرش، اللي انت بتفضله ممكن غيرك يلاقي عنده طريقه تانية مختلفه. يعني مثلا يعني ايه طريقه التراكنج؟ طريقه التراكنج ان انا اخد من اول مرحله في اول الشركه خالص، عينت واحد لحد ما اوصل لمرحله ان الراجل ده مثلا خلص عقده ومشي. خلال ده كله بقى عمل كل حاجه ممكن تتعمل، الراجل ده حضر، بقى عنده دوام، بقى عنده تقييم، بقى عنده بروبيشن اللي هي في فتره البدايه التقييم بتاعه، اترقى او ما اترقاش، زاد او ما زادش الى اخره، لحد وخد تريننج ولا ما خدش، والتريننج ده عاد عليها بنفع ولا ما عادش، وهكذا. فبناء عليه كاني عامل سلسله كده من البدايه للنهايه. برضه نفس القصه لو بتكلم على البروكيورمنت، انا طلبت مواد معينه، هرتاح لما المواد دي تيجي عندي في الموقع وابتدي استخدمها، او تيجي عندي في المكان اللي انا شغال فيه وابتدي استخدمها. فبناء عليه انا عندي قصه حياه الماتيريال دي من اول للاخر، فده تراكنج. واحد تاني تشيك ليست، لا انا هخش على الاداره اقول ايه؟ عندك كذا؟ تمام. عندك كذا؟ تمام. وهكذا امشي معاه بالترتيب. طب ايه اللي يخليني في الانترنال اوديت الجا للتشيك ليست؟ علشان اوحد طريقه الحساب بتاعه النتائج على كل الاوديتس، لان انا عندي تيم اوديتورز في 30 40 واحد وعندي 50 60 مشروع. ايه اللي هيخلي الراجل اللي عمل اوديت على مشروع رقم 2 بيعمل اوديت بنفس الطريقه للراجل اللي عمل مشروع رقم 50؟ ما اعرفش. فبناء عليه بحط لهم تشيك ليست اللي هو اوديت زي ما انت عايز، بس اهم حاجه اديني سكور موحد عشان اقدر اطلع حاجه موحده، عشان اقدر اقيم مستوى المشروع واقدر اقيم مستوى الاوديتور نفسه. في نقطه ثانيه مهمه جدا، الاوديت بيعتمد على العينه العشوائيه. يعني ايه؟ يعني انا بختار عينه من السيستم بتاعك، عندك 100 حاجه، انا هختار 3 4 حاجات 5 حاجات واخد منهم عينات وابتدي اشيك عليهم. طب لو العينات دي كلها طلعت حلوه، هل ده معناه ان السيستم بتاعك قوي جدا؟ لا، معناه ان السيستم بتاعك بيوفر ريكوايرمنتس. مش شرط يكون السيستم قوي قوي، لان دي اختيار عينه عشوائيه انت وحظك زي ما بيقولوا كده. طب نفس القصه وبنفس المبدا، لو العينه اللي طلعت دي طلع فيها مشكله، هل ده معناه ان السيستم بتاعك وحش؟ برضه لا، بختار عينات تانية. في النهايه انا عايز الموضوع لصالحك مش ضدك، لان انا براجع علشان اقدر احسن من المستوى او من الليفل بتاع التطوير اللي موجود عندك في الشركه بتاعتك.
ان شاء الله من المره اللي جايه زي ما اتفقنا هتكلم عن الكواليتي، والقناه موجوده على اليوتيوب، موجود فيها بلاي ليست فيها كل الكبسولات ورا بعض، وباذن الله هيكون في بلاي ليست ثانيه موجود فيها بقى شرح الكواليتي وبالترتيب بقيه الادارات باذن الله، وان شاء الله يكون علمي وينتفع به. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.